السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفخدة بطريقة سهلة وهتعجبكم، ومن غير بقى ما نحط توابل كتير، وهتحسوا بطعم اللحمة بجد حلوة قوي. عملت جنبها رز طبعا لو انتوا أصفر وأحمر، وعملت سلطة الدقوس. أنا جبت الفخدة كده، الفخدة كانت ما شاء الله كبيرة شوية، فهبتدي بقى أشيل كل الدهون اللي عليها دي على قد ما اقدر طبعا بالشكل ده بسكينة حامية كده، وهشيل. يا اما ممكن بقى ايه تقولي لو الجزار بتاعك يعني تقولي له ان هو ايه يشيل كل الدهون اللي عليها دي. نضفي على قد ما تقدري عشان الدهون ايه ما تبقاش يعني تبقى تقيلة، هتبقى اللحمة يعني تقيلة وانت بتاكليها. هننضف لحد ما نخليها على قد ما نقدر ما فيهاش دهون. جبت بقى شوية ملح وفلفل اسود، يعني حوالي معلقتين ملح ومعلقة فلفل اسود كبيرة، وهبتدي بقى ايه اعمل اللحمة مساج كده، ارش عليها وابتدي ادعك فيها كده بايدي، ومعاها كمان حوالي فنجان زيت زيتون. ودعكت بقى كويس قوي اللحمة من على كل الجوانب بالشكل ده. ده الجنب التاني هعمل نفس الكلام. وبعدين بقى ايه ممكن نسيبها مثلا ساعتين 3 في التلاجة، مش هيجرى لها اي حاجة. انا صراحة اشتغلت فيها على طول، انا كنت بشتغل فيها بالليل. عملتها بالليل، يعني اديتها مثلا ساعتين في الفرن، وتاني يوم سبتها زي ما هي في الفرن، وتاني يوم كملت عليها. حطيت بقى ورق فايل وحطيت عليه ورق زبدة، والفها كويس قوي في ورق الزبدة الاول، وبعد كده الف عليها الفايل بالطريقة دي كده، واقفل عليها كويس قوي عشان الحرارة توصل لها كويس وتستوي كلها. هجيب بقى ايه صينية، انا كده مشغلة الفرن عشان تسخن قوي. هجيب بقى صينية احط فيها الفخدة، واحط عليها معاها كوبايتين مية. وهي بصوا شكلها بعد ما استوت، اخدت حوالي الاول خدت حوالي ساعتين ونص، وبعد كده الصبح خدت حوالي ساعتين او اقل كمان، لان السخونية بتاعت الفرن كانت مالت سواها. عملت جنبها بقى رز ملون اصفر واحمر، وعملت كمان سلطة الدقوس، وبألف هنا وشفا.